لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لە وانەی 456 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێم و خزمەتتان بە مەبەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لەوە بگرن. بەڕێزان لەو ئاتانەی کەوا لە ژمارە 20 تا 26 کە لەوانەکانی ڕابردوو لە خزمەتیاندا بوون کە باسی لەو بابەتە دەکرد کاتێکەوە موسا عەلەیهی سەڵات وەسەلام کە ناز و نعمەتەکانی رب العالمین بەسەر ئەو ئومەتەی بەنی ئیسرائیل باز دەکا و ئەوجا فەرمانیان پێ دەکا بە فەرمانی رب العالمین کەوا بچن بەرەو ئەرض المقدسە زەویە خاکە پیرۆزەکە ئەگەر بچن ئەوە خوای گەورە وعدەیدا کەوا فەتحی بکا و نەسرەتیان پێ ببەخشی بەڵام ئەوان ئامادەنین بچنە ناو ئەو شارە و ئەگەر چی فەرمانی خوایە و سوبحانە وتەعالا فەرمانی پێغەمبەری خوای عەلەیهی سەڵات وسەلام لەبەر ئەوەی دەڵێن کەسانێکی جەباری لێ کەسانێکی عیملاقی لێ کەسانێکی بەهێزی لێ ئیتر ئامادەنین فەرمانەکەی خوا سوبحانە وتەعالا فەرمانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام جێبەجێ بکەن هەرچەندە دوو کەس لەوان وەکو خوای گەورە دەفەرمی ئامۆژگاریان دەکەن و پێیان دەڵێن بڕۆن لە دەرگا لێیان بچنە ژوورێ ئیتر خوای گەورە نەسرەتان پێدەبەخشی ئەوان بە هیچ شێوەیەک ئامادەنین کەوا ئیقدام بکەن و بچنە پێش ئەو هجووم و هێرشە بکەن بە فەرمانی رب العالمین لە نەتیجەدا موسا عەلەیهی سەڵات وەسەلام شەکوای خۆی لۆلای رب العالمین دەبا بۆی کەوا ئینی لا ئەملیکو ئیلا نەفسی و ئەخی هیچ کەسێک لە دەسەڵاتی من دانێت تەنها خۆم و براکەم نەبی دەیخوا حکم کە لە نێوان ئێمە و لە نێوان کەسانێکی فاسق لە نەتیجەدا الله سوبحانە وتەعالا بڕیار دەدا 40 ساڵان حرامە لێیان وەکو حرامێکی قەدەری مەحروم دەبن لەوەی کەوا بچنە ئەو خاکە پیرۆزە بەڵکو 40 ساڵ سەرگەردان دەبن لە سەحرادا دەسوڕێنەوە. ئیتر لە ئەو پند و ئامۆژگاریانەی کەوا لەو چەند ئاەتە وەردەگیرێ بەو شێوەیە باز دەکرێت دفرمون هذا ونرى من المناسب في هذا المقام أن نتعرض بشيء من التفصيل للمسائل الآتية كواتا وكل تفسير وصيد طنطاوي دلتن بيم تساكا كوا هنديك لتفصيلات أو مسائلان باز بكين يكم الرد على اليهود في دعواهم أن الأرض المقدسة فلسطين ملك لهم ردانا ويجولك كاتكوا ادعاء أو إذا كان كقوايا خاك بيروزكي فلسطين ملكي أوانا بسرس أساسك مستندين إلى قوله تعالى لسر أساسك وآتا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم كاتكوا دانوي أو آتب كنبلغا لسر ويكوا أصلا فلسطين ملك أوان لبرو خواهي قد فهمي ملك لكم وهروها تسنبابت إشكش كوا ليردا ديبي روني بكاتو يكم أو بابتي كوا زور قرنقا تفرمي وللإجابة على المسألة لا نقول للمفسرين أقوال في المراد من الكتابة في قوله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أشهرها قولان وكل وين درج باس ماكر كواتا مفسرين لتفسير أو آتدا كخواي قول دفن برونا أو خاك بيروزي كوا كتب الله لكم بدو شيوة بتسان شيوة يقلشان دايتوا برام أو كوا زور مشهورة دو شيوة يكميان أن معنى كتب الله لكم أمركم بدخولها وفرضه عليكم كما أمركم بالصلاة والزكاة كواتا كتب الله لكم واتخوا يقول فرضي كرد لسرتان بتسن هير شكببا برو أو خاك بيروزي هر وكو نويج روجي لسرتان فرض كردية
وەروەکو نوێژ و زەکاتی لەسەرتان فەرز کرد ئەوەشی لەسەرتان فەرز کردکەوە ئەو جیهادە بکەن و بچن بەرەو ئەو خاکە پیرۆزە کەواتە لێرە کەتەبە لەکم وەکو ئەوەیە کەوا کوتیبە عەلەیکم الصیام لەسەرتان فەرز کرا کەواتە لێرەش کەتەبە بۆ معنای کەتەبەی بمعنای فەرز دێ هەندێک لە مفەسرین ئەو هەیان لێک دایتەوە کەوا خوای گەورە کاتێک دەفەرمێت کەتەبە الله لەکم فەرزی کردێ لەسەرتان بڕۆن فەرزی کردێ دووەم أن معنى كتب الله لكم قدرها لكم وقضى أن تكون لكم مساكن لكم دون الجبارين هەندێک لە مفەسرین هاي لێک كتب الله لكم واتەخوای گەورە تەقدیری کردێ بڕیاری لەسەرەوەیەکەوە ئەو جێگابی بتە جێگای گۆ جێگای نیشتەجێبوونی گۆ جەبار و عیملاقەکان لەوێ نەمینن ئەنگۆ بچن نیشتەجێ ئەوێن دەرێ بن خوای گەورە وای تەقدیر کردێ بەڵام وهذا القضاء مشروط بالإيمان والطاعة الأنبياء والجهاد في سبيل نصرة الحق بەڵام کاتێک خوای گەورە تەقدیری کردێ ئەنگۆ بچن لەوێ نیشتەجێبن لە کاتێکەوە ئیمانتان بە ذاتی رب العالمین هەبی تاعی جۆرایلی پێغەمبەران بکەن عەلەیهی سڵاو وسەلام جیهاد بکەن لە پێناوی رب العالمین فإذا لم يكونوا كذلك أجر وانكن وهم لم يكونوا كذلك فعلا كواش نبون لم يتحقق لهم التمكين في الأرض المقدسة لويا فعلا كوايا نكر جورالي فرمان رب العالمين سبحانه وتعالى جورالي فرماني بيغمبر كان عليه الصلاة والسلام نكر يتر خواي جورش أو يلو زي بزي نكر بلكو برياري دا كوات سل صالان شبابلين لصحراء دا سرقردان بن ولذا بعد أن أغراهم نبي موسى عليه السلام بدخولها ولويا كاتك ولا سرتادا موسى عليه الصلاة والسلام هانيان دداكوا بتسن برا أوجيغا وفرمان خوازي وزيبكان حذرهم من الجبن والعصيان وهذا التحذير عندك وأقدار عندك أتو نكن زبان بنو ترسنوك بنو سربيتي بكن دفن ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ما قرينا وبرو بشتوا لا زي بزيكني فرمان إخوة دقرين وبخسارة منديل توكو آلو سيدالي وترتيب الخيبة والخسران على الارتداد كاتي كذا فرمي أجر هالقرينوا بكشينوا برو باش أو بخسارة مندي دكشينوا يدل على اشتراط الكذب بالمجاهدة المترتبة على الإيمان قطعا كواتل يردا أو بلقي كوا أجر بيتو بقرين وخسارة مندن واتا شرطي أوي كوا خواي قور تقديري كردي أنقو لوين داري نشتجيبان شرط مرزكي أوي كوا دبي جهاد بكان جهادك لسر أساسي إيمان بالله كأوان زي بزينا كر واتا خواي قورش سبحانه وتعالى ببيت سوانا وفرماني كر قدرا كوا تل صالان دور كونه ولو بيتي وقال ابن عباس خواي قور لخوي باب رازبي كانت هبة من الله لهم ثم حرمها سبحانه عليهم بشؤم تمردهم وعصيانهم فاتو هبيتشي خواب لبويان كخواي قورا بياني بخشيبو اگر هيرج ببن قدري وابو اوان نصرتيان بدز دي باشان خواي قورا حرامي كل سريان بتي بنقبتي تمرد وعصيانيان بنقبتي اوي كوا سربيتيان كردو نسون فخري رازيج دلي أن الوعد بقولي كتب الله لكم كأخوي قورا لبوتاني دانا قدرا كبتسنوي مشروط مرزدار بقيد الطاعة مرزدار بوي كأقرب الطاعة بكان أخوي قورا قدري وأنقول وين يستزيم فلما لم يوجد الشرط لا جرم لم يوجد المشروط أقر كشرط كجنا تزي طاعتي النكر أويتريان كمشروط كبو مرزدار كبو أي شيء تزي والخلاصة أن الكتابة في قوله تعالى كتب الله لكم إما أن تكون تكليفية على معنى أن الله تعالى كتب عليكم وفرض أن تدخلوها كواتا خلاصي أو دورائي كتب الله لكم يعني التكليفي رب العالمين كخواي فرزي كرديا لسرتان كوا بتسن جهاد بكن جورالي بيغمبر كتان بكن بلان فإذا خالفتم ذلك حقت عليكم العقوبة أجر مخالفة بكن أو عقوبي خواي ولا سنجيب زيد بي كواتا رأي كم تكليفية رأي دوم أن تكون كتابة قدرية يعني وتكتب الله لكم نسينش قدرية أي قضى وقدر سبحانه خواهي قولوا تقديري كردية أن تكون لكم لبونغو دبي قدري ويوايا متى آمنتم وأطعتم مقر إيماني شي خالص بينن وجورالي فرمان كاني بيغمبر بكان عليه الصلاة والسلام وبنو إسرائيل ما آمنوا وما أطاعوا
بەڵام بەنی ئیسرائیل نە ئیمانیان بەو شێوە هینا نەتاعەت و جۆرایەتیشیان کرد بەل کەفەڕ و کوفریان کرد وعەصەو سەرپێچی فەرمانیشیان کرد فحرمها سبحانه عليهم خی گەورە حرامی کرد لەسەریان. وبذلك ترى أن دعوى اليهود بأن الأرض المقدسة ملك لهم كاتا ليرلت بديار دكوي كاتا كوا جولك ادعاء دكن كقوايا خاتي بيروزي فلسطين ملكي أوانا ببلغي أو آتيك وكتب الله لكم لا أساس لها من الصحة هيز أساس يشين لراس درستي ولا يشهد لها عقل أو نقل هيز عقلي صحيح هيز نقلي شاهدين هذا لسر أولا بروي أوان ببيت سوانو فرمان إخوان زي بزينا كير. وللإجابة عن المسألة الثانية مسألة دوام كأوديني توا الحكمة في كون عقابهم 40 سنة يتيهون في الأرض كاتي كوا خواهي قورة فرماني كر كوا لدواء أوان سربيتي فرماني خواهي قورة ينكر خواهي قورة أو زال برياري دا لسريان تسل صالان سرقردان دبن لسر روي زوي اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل عقوبته لقوم مناسبة لما اشترحوا من ذنوب وآثام حكمة خواهي قورة هر قومك كوا قناه تاوانك أنزام دادا عقوبكي لقدر أو قناه تاوانيك أوان أنزامي أندا وبنو إسرائيل لطول ما ألفوا من ذل واستعباد بني إسرائيل ساڵانێکی زۆر زەلیلی و کۆیلایەتیان چێشتبوو لەژێر دەستی فرعون هانت عليهم نعمة الحرية ئیتر لە دوای ئەوەی کەوا لە ڕچێفی فرعونیش نەجاتیان بوو ئەو حڕیەت و ئازادیەی کەوا بەدەستیان نابوو بە فەزڵی خوای گەورە لە لای ئەوان قیمەتێکی وای نەبوو وضعف عندهم الشعور بالعزة هەستکردن بە عیزەت و کەرامەت لایان لاواز بوو وأصبحت حياة الذلة مع القعود وان لهاتبو كوا جياني زليلي لقل دانيشتن أحب إليهم من حياة العزة مع الجهاد دانيشتن بزليلي بيان خوش تربو لوي كوا عزيز بن بو جهادي كديكن ولهذا عندما أمرهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام بدخول الأرض المقدسة لو كاتك موسى عليه الصلاة والسلام فرمانيان بذكا بفرماني خوابسنا أو خاك بيروزا اعتذروا بشتى المعاذير الواهية تندين عذر لاوازيان هناوا وأكدوا له عدم اقترابهم منها ما دام الجبارون فيه تندين زار تأكيد ما دام أو قوما بهذي لي أما بهيت شويق ناسين فاقتضت حكمة الله تعالى أن يحرمهم منها لو يا حكمتي رب العالمين أوهابك محروم ينبكى لا أو خاك بيروزا لبرامبر أو كوان زبانا سربيتي فرماني خوادكا وأن يعاقبهم بما يشبه القعود يتر سزان دا وكو هاوشيوي قناهكي خوان بوي كوا هاوشيوي دانشتني خوان بأن يحكم عليهم بالتيهان في بقعة محدودة من الأرض وكوا سرقردان بن لناوتسيتي دار كدا ولسروي زوي يذهبون فيها ويجيون دينو دسن لو بارتخاكي كواليون داري بريال بوتسل صال بمنينوا وهم حيارى بسر قرداني لا يعرفون لهم مقرا محيرا سرقردانا نازان ننشتزين لوي وأن يستمروا على تلك الحالة 40 سنة صال بوشي بسر قردان بمنينوا حتى ينشأ من بينهم جيل آخر سوى ذلك الجيل الذي استمرأ الذل والهوان تاوكو لدواي أو جيلي كوا لخلال أو تسل صالي لناودتي جيلي شيدي كوا باش بكويتن كوا وكو أوي بيشوي خوي أو زليلي نتشيشتبي لسر دستي فرعون يتر آمادبي إقدام بك لبو أوي كوا بست بيش لبو جيب كردني فرمان رب العالمين ابن خلدونش لمقدمكي خوي ضلي ويظهر من مساق قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض ومن مفهومه ضلي خلال وآتأوبة ديار ذكوي إن حكمة ذلك التيه مقصودة حكمة لو تلصالي كواسر قردان دبن مقصودة وهي فناء الأجيال الذين خرجوا من قبضة الذل والقهر يتر تاوك أوزي ليكوا زليلي وسرشوري لجردستي فرعون شيشتيا تاوك لناو بتسي حتى نشأ في ذلك التيه جيل عزيز لا يعرف القهر ولا يسام بالمذلة تاوك لدواي أوانا
لخلال أو 3 ساڵ جیلێش کە بەپاش بکەوێتن کەوا زەلیلی نەچێشتبی و تحملی زەلیلیش ناکە. فنشهد لهم بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب. ويظهر لك من ذلك أن 40 سنة أقل ما يأتي فيها فناء جيل ونشأة جيل آخر. فسبحان الحكيم العليم. لو يدري ديار السلسال كم ترين مدة لو يكواد زيلك لناو بتسيو زيل يشيد كي لبيت لبا باش بكويتن كوا مختلف وجياواز بلو زيلي بيشوتر أو زيلي بيشوتر بو زليلية لجردستي فرعون تشيشتو بيان آماد نبون لبو حياتي عزيزي حياتي بعزت تضحية بدن وجهاد بكن بلام زيلة كيتر كوا لوان بباش دكويو زليلي نتشيشتي آمادنية زليلي تحمل بكو لو لسردستي أوان فعلا وكو ديرتن لآتكاين دواتري لسردستي أوان بقيادي يوشع بن نون فتحي بيت المقدس دكن ديار اشتدي كجمع بلام لبرتا وابوني كات لير دوستين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.